بسم الله الرحمن الرحيم. معالي الرئيس، أيها الأخوة والأخوات، أنا طال عمرك يا الشيخ عادل المعاودة، يعلم الله صار لي 3 أيام أفكر أتكلم عن هالموضوع ولا لا. موضوع متعلق بأخلاق البلد، بالممارسات غير الأخلاقية اللي تصير في البلد. معالي الرئيس، تعرف أنت جيد أن من 2002 كان في ناس متبنين هذا الملف، أمثال الشيخ محمد خالد، حمد المهندي، وانت على رأسهم، كذلك الأخ إبراهيم بصندل وغيرهم من النواب، وشكلوا لجنة تحقيق. بس أبين لكم يعني لو يا ريت تسمعني بقى عبد العزيز الفاضل، طال عمرك سكنا لجنة تحقيق، وكانت كل هالفترة الحكومة تقول لنا أنتم تشوهون سمعة البحرين، وانتم ما تدرون احنا ايش قاعد نسوي. ونقول لهم الناس يقولون شيء ثاني، الناس اللي موجودين في المنامة يقولون ضجينا يا جماعة لحقوا على عيالنا. نقول حق الحكومة سواء وزارة الداخلية أو الثقافة أو غيرهم، يقولون هذا الكلام مو بصحيح، أنتوا قاعدين تشوهون سمعة البحرين. لذلك معالي الرئيس خلنا شوي نفتح الأوراق. شكلنا لجان مو من المجلس، من شباب متطوعين، شرينا طال عمرك كاميرات خفية وبفلوسنا من دبي وغيرها، كاميرات على أشكال أقلام أو ميداليات أو غيرها. خلينا الشباب يدشون الفنادق وصوروا بالفيديو والصوت كل شيء، العملية وكيف تدار الدعارة من أول ما يدش يستقبله الموجود عند الباب ويدخله ويتفاوض معه ويدخل الغرفة. عقب ما يدخل الغرفة يدشون عليه قطيع من النساء من كل الجنسيات ويتفاوض. كل هذه صورناه وعطيناهم حق يودونه حق أصحاب القرار. أنا بنفسي سلمت السيدي اللي فيه الفيديو. يوم الثاني يعني مراسل قال لي أصحاب القرار يبون نسخة ثانية، أعطيتهم نسخة ثانية من الفيلم الفيديو، وعندي نسخة واحدة أخيرة في البيت، وأخاف عاد يوم من الأيام عيالي يفتحونه ويشوفونه. المهم معالي الرئيس، هذه كلها تحملنا وقلنا حق القيادة ما نبي نتكلم، لا نبي نتكلم في البرلمان ولا نتكلم في المجلس ولا نشوف بس حلوا القضية. لكن أبشرك ازداد الأمر سوء. ولا تسألني أنا، اسأل أهل المنامة اللي يعيشون هناك ويعيشون الأمرين وعيالهم. ناس تطلع الفجر حق صلاة الفجر يتعرضون له المومسات ويقولون له تعال. لهالدرجة وصلنا في البحرين، يعني ما ننتظر إلا توشك أن تساقط علينا حجارة من السماء. طلعنا من أزمة والله العظيم ما حد أنقذنا منها إلا رب العالمين. إلا رب العالمين هو اللي أنقذنا. درع الجزيرة نعم، لكن سبب من اللي يبدرع الجزيرة البحرين؟ من اللي جمع الفاتح في الفاتح؟ إنه الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى أنقذنا. فهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ شنو قدمنا احنا؟ نشكر رب العالمين، حفظ البحرين، حفظ دماءنا، حفظ أبنائنا، حفظ مواطنينا. فأنا أقول يعني إلى متى؟ من 2002 يعني نواب مخلصين أمثالكم كانوا موجودين، وانتم إن شاء الله تمشون على نفس المسيرة. يوم ناشدوا الملك وناشدوا رئيس الوزراء وولي العهد والحكومة والمسؤولين، إلى متى يعني؟ ليه متى؟ هذه الأرض أفضل من أفضل الأراضي في الخليج، من أطيب الناس احنا عندنا في البحرين، الكل يشهد لنا بالطيبة، بأهل البحرين أهل الطيبة. ليش عندنا؟ عشان 5 أو 10 البحرين كلها تتدمر. 5 أو 10 قواويد يقودون على وباعوا البحرين، والله العظيم باعوا البحرين 5 أو 10 ما نقدر نتخلص منهم. والله العظيم مع الرئيس هذه ال5 وال10 حطيناهم في اللستة، أعطينا وزير الداخلية اقضي على هذين تقضي على الدعارة كلها في البحرين. لكن وما أنت بمسمع من في القبور. نعم، وما أنت بمسمع من في القبور.